مشاهدي المصرية في كل مكان، أهلا بكم وحلقة جديدة من عرض أول على الهواء مباشرة. النهاردة من خلال عرض أول فيلمنا فيلم درامي قصير بعنوان حلم حياتي. بيتكلم على إن إحنا ممكن نحقق المستحيل لكن بإرادة قوية. مع الإرادة القوية لازم نبذل أقصى مجهود لتحقيق أحلامنا ورغباتنا، لكن كمان ممكن ما يحصلش الأحلام اللي احنا بنحلمها، لأن ربنا بيكون كاتب لنا حاجات أفضل بكتير. لكن المهم إن احنا نسلم ونرضى باللي ربنا كاتبه لنا، لأن بيكون فيه الخير كبير جدا. النهارده هنعرف أكتر من خلال مؤلفة الفيلم، وأيضا هي مخرجة الفيلم رحاب بكير. أهلا بك يا رحاب. اهلا بحضرتك. الفيلم جميل جدا، فيه معاني إنسانية جميلة جدا، ومعاني كمان احنا لازم يعني نؤمن بيها ونعيش بيها. اولا حلم حياتي، ايه اللي خلاكي تفكري في فكره ان انا لازم يبقى احقق من المستحيل لكن باراده قويه؟ ايه اللي خلاكي تفكري في الفكره دي اساسا؟ هو عموما في البدايه لما اتطلب مننا فيلم كلنا قعدنا نقول افكار وكده واستبعدناها بالتدريج، فانا في الفتره دي كنت حاسه ان كل الظروف ضدي وان كل حاجه انا بعملها بتبوظ حرفيا. فقلت يعني انت لهم حسيتي بالموضوع نفسه ولا ايه؟ ايوه فقلت لهم انا عايزه اعمل فيلم يلمسني، احس ان فيلم رساله ليا انا. فبعدين قلت لهم انا هعمل فيلم يكون بيتكلم عن ان ممكن حلمنا نحققه بطريقه تانية غير اللي احنا كنا متوقعينها، بس ان اللي يحصل حتى لو احنا شايفينه ان هو عكس اللي احنا عايزينه، بس هو في النهايه بيكون خير وكده. هم وافقوا على الفكره في المجمل من غير ما اقول لهم ايه هي التفاصيل بتاعه الفيلم. بعدين جينا ابتدينا بقى ان احنا وافقنا كلنا على الفكره دي، بدانا نكتب بقى في انتوا كام التفاصيل واحد؟ ومشاهد. كنا 8. مهم. طب انت المخرجه والمؤلفه؟ ايوه. مهم. فبدأنا بقى نكتب في المشاهد دي، وبعدين وريت له عرضت عليهم بقى الفيلم بعد السكريبت النهائي بعد ما خلصته وكده، فوافقنا كلنا عليه وبدأنا بقى تصوير. مم. جميل قوي. يعني هي زي ما بقول كده في معاني جميله جدا. اولا لازم يبقى عندنا طموح، عندنا هيدلاين كده احنا عايزين نوصل له، زي ما البنت. وانا عايزه اقرا كمان البنت دي هي معاكوا ايوه، اللي اروى بتمثل. سامح، اروى. حد من التيم معانا يعني. تمام. مثل كويس كويس، جدا. برافو عليه. وكمان اللي طالعه صاحبتها صاحبتها ندى ابو شهبه. برضو ممثله. ايوه، هي ده فكره مشاريع التمثيل. ممثلين على فكره. ايوه. ما هو فكره التمثيل كانت مخوفانا في البدايه لان محدش مننا جرب قبل كده ان هو يمثل. مهم. بس بعدين لما ابتدينا ونمثل، لا ويلا نعمل دي تاني، طب هنحاول نعيط المره دي، طب هنحاول نبين هنا جميل. كذا. فلا بجد ابهرونا كلنا. طيب انت عايزه تقولوا كذا يعني رساله. اول حاجه لازم يبقى عندنا طموح، هيدلاين احنا ماشيين عليه، خطه معينه احنا لازم نمشي عليها. ده اول حاجه. عايزين تقولوا ان احنا لازم نبذل اقصى مجهود زي ما هي عملت عشان تحقق رغباتها. لكن كمان ممكن بقى ما نستسلمش لما يجي يعني ربنا يكون رايد لنا حاجه تانية خالص. انتوا عايزين تقولوا ايه؟ هل انتوا فعلا شايفين ان انتوا بتحلموا كشباب بحاجات كتيره جدا لكن ما بتحصلش على الواقع، وبالتالي انت بتوجهي رساله لشباب خصوصا وانتوا لسه مقبلين على بدايه الحياه، ان تغيروا الاتجاه حتى لو انتوا مش عارفين توصلوا للاتجاه ده، فتغيروا شويه؟ عايزين توصلوا ايه بالظبط؟ هي الفكره ان انت حط الحلم قدامك وامشي بقى الطريق اللي هو زي ما الطريق ترسم لك. حتى انا في البدايه خالص بعد ما الفيلم خلص كنت بقى كل ما اقابل حد اقول له معايا في الكليه، اقول لهم يا جماعه استنوا فيلم هيلمسكم كلكم. لان الفيلم كلنا بيخاطب كل حد فينا. صحيح. كلنا اوريدي عندنا احلام، بس مش دايما هنتخيل الطريق اللي احنا نوصل للاحلام دي بيها. حتى المسج اللي كانت موجوده في الفيلم بتاعت لو الحلم مش حلمك ما كنتش هتحلمه، دي اوريدي انا بقولها اصلا في حياتي، يعني دايما بقالي سنين بقولها. فلا انا الفيلم ده خلاص احنا هنطبق فيه كل ده. حتى كل مشهد حاولت ان هو يكون فيه رساله، لو حد قاعد يتفرج على الفيلم وحاول ان هو يركز فيه هيخرج من كل مشهد برساله. طبعا. مثلا في البدايه خالص، لا هي لما حصل لها دروب في حياتها ما استسلمتش لده. صممت ان المشهد اللي هو بعد على طول الابتلاء اللي هي حصل لها ان هو يكون في جنينه، لا هي ما قعدتش في البيت وحصل لها اكتئاب، ولا واول فرصه جات لها بان هو لا في لغات اشاره وفي لغات مختلفه لغه الاشاره وكده، هي مسكت فيها خلاص، هو ده بقى الحاجه اللي انا اخرج منها من اللي انا فيه. ما استسلمتش بقى وقعدت تعيط بقى واللي هو الجو ده. هو جميل قوي لانه فعلا زي ما انت قلتي كده بيلمس كل واحد فينا، كل واحد فينا حلم بحاجه وما حصلتش، ده اكيد. فاحلى حاجه ما في الفيلم ان هو لمس كل واحد فينا. نروح كده نشوف جزء من فيلم حلم حياته ونرجع تاني نستكمل، خليكم معانا.
بالراحه كده وفهميه. بصي يا ستي، كلموني وقالوا لي ان السي في بتاعي اكسبتد، من الانترفيو بتاعي كمان يومين اتنين بس. الحمد لله الحمد لله. الدنيا دي شاف هوا تيرارارا، بيرم بين جناحين تيرارارا، واحنا النهارده سوا تلاتالا، وبكره هنكون فين في سكاي. ازيك يا سارة؟ الحمد لله. ما شاء الله السي في بتاعك حلو جدا، ربنا يخليك. بس تفتكري ايه هي الحاجة اللي هتميزك عن أي حد بيقدم؟ في حاجة؟ أستاذة سارة، حضرتك سامعاني؟ يا سارة، يا سارة. بصي، هو الأشعة سليمة، وأنا الحقيقي معرفش المشكلة فين، وبجد مفيش أي حاجة في إيدينا إن احنا نعملها. يعني الفيلم مليء بالمعاني الجميلة جدا. يمكن في عندنا كده دايما خلط ما بين التسليم والرضا بقضاء الله أيا كان، مع عدم بذل المجهود. يعني دايما بيبقى عندنا كده، صح؟ يعني دايما صح كده ولا ايه؟ دايما عندنا احساس كده ان احنا بنسلم باللي ربنا عايزه، ان احنا ما نبذلش مجهود. لا، الاتنين مختلفين. مختلفين وده اللي جدا. انتوا احلى حاجة عجبتني في الفيلم هي الجزئية دي، ان كتير قوي خاصة اللي لسه في بداية حياتهم مش لاقيين مثلا شغل، مش لاقيين، فيقول لك انا خلاص مسلم ان انا قاعد كده. في لبس ما بين ان انا مسلم باللي ربنا عايزه، وما بين ان انا قاعد بقى كده مستسلم. دي انتوا وضحتوها جدا. قولي لي بقى، انتوا كنتوا حريصين انكم تبينوا الجزئيه دي لانها مهمه جدا. كنتوا عملتوا ايه عشان تبينوها لنا؟ هي اهم حاجه كنت عايزه اوضحها قوي، ان في فرق ما بين ان انا زعلانه وان انا راضيه. ان الرضا والزعل عادي، ممكن الاثنين يكونوا موجودين مع بعض، احنا غصب عننا هنزعل. حتى في كتابه السكريبت الجزء ده اللي هي بتتكلم فيه في الفي او في دماغها، فاللي هو لا، هي قعدت تقول كلام فيما معناه ان تمام انا عارفه ان ده الخير، بس انا غصب عني زعلانه. انا بعيط والموضوع فعلا مضايقني ومزعلني، بس انا راضيه لاني عارفه ان ده الخير. فهي الفكره في كده، ان احنا لازم نبقى حاطين في دماغنا ان احنا اول حاجه نطلبها في وقت الابتلاء هي ان احنا ربنا يصبرنا حتى قبل العوض، لان انا مش هفضل قاعده مستنيه العوض. طول ما انا قاعده مستنيه العوض انا مش هعمل اي حاجه. صحيح. لكن لو اوريدي في صبر، فانا العوض يجي بقى براحته، اتاخر جه بدري، فاوريدي ابقى صابره يعني. ولا لي طريق تاني بقى اللي هو ما استسلمش بقى؟ ايوه، اول ما تيجي فرصه لازم امسك فيها. اه، اللي هو امسك في اي فرصه تيجي. وده رساله ليكوا انتوا في الاول، يعني كشباب بقى لسه مقبلين على الحياه. كتير قوي بقى، عقبات كتيره، تعثرات كتيره بتحصل لنا في حياتنا، فما نستسلمش ايا كان، ما نستسلمش. رسائل جميله جدا. وانا عايزه اعرف بقى، انتوا وزعتوا الشغل ازاي؟ لان انتوا 8. ايوه تمام. صورتوا فين اساسا؟ هو احنا في البدايه لما بعد ما كتبنا السكريبت بدانا نحدد اماكن التصوير، فاحنا كنا محتاجين بيت نصور فيه، فصورنا في بيت اللي هو سكن طالبات، لان احنا ما عرفناش نصور في مكان تاني. وكنا محتاجين بقى اللي هو يمكن المشهد بتاع الانترفيو كان صعب جدا، لان احنا كنا محتاجين مكان زي المكتب. فروحنا ورك سبيس، فطبعا بتبقى هي مكان للورك شوب والكورس الكورسات وكده، فكان في ترابيزات كتير وكراسي كتير، فالمشهد ده حرفيا خد مننا يوم كامل، ان احنا بناخد الترابيزات والكراسي نحطهم على الجنب ده لحد ما نخلص الشوت دي، فنغير الزاويه فنبدله من الناحيه التانية، فخد مننا مجهود فظيع جدا. وصورنا اللي هي الشوط الخارجيه اللي هي في الشارع دي كانت في الكليه. انت كمخرجه بقى، اكتر حاجه قابلتك صعبه في الفيلم ده كان ايه؟ هو احنا اوريدي كلنا كان اكتر حاجه بتواجهنا كانت الوقت، لان احنا كنا مضغوطين جدا، وكمان كان بيبقى عندنا محاضرات فبنخلص في اخر اليوم، وفي حاجات احنا محتاجين نصورها بالنهار، فكنا بنقعد نصور بالليل وبنتاخر وبس. يعني فكره ان احنا كنا مضغوطين في الوقت وعندنا ديدلاين وكده. واستخدام بقى في يعني عوامل كتيره مساعده عشان تظهر اللي انتوا المعاني الجميله اللي انتوا عايزين تقولوها. يعني مثلا من ضمن الاضاءه، الاغاني، انتوا حطيتوا بس استعنتوا مش باغنيه كبيره اللي هو
ليها برضو تفاؤل ان احنا يعني احنا جايين في الحياه دي كلها وقت معين، فنبذل اقصى مجهود وما نستسلمش لاي حاجه. يعني ممكن كنتوا تستخدموا اغاني تانية، لكن انتوا اكتفيتوا بجزئيه هم بيغنوها ليه؟ هي اختيارنا للاغنيه دي احنا كنا عايزين نوصل بالمشهد ده ان الدنيا هم مبسوطين وحياه جميله، وان خلاص حرفيا الدنيا ضحكت لها بقى ورايحه انترفيو في قناه كبيره وكده. فكنا قعدنا نفكر في ان احنا كلنا كنا قاعدين، جبنا كل الاغاني اللي احنا شايفين ان هي ممكن تكون مناسبه، وفي الاخر اتفقنا كلنا على الاغنيه دي. جميله. هو الحقيقه انا عايزه اتكلم معاك، لكن من حلاوه الفيلم انا عايزه المشاهدين هم كمان يشوفوا جزء من الفيلم. نطلع كده نشوف جزء من فيلم حلم حياتي ونرجع على طول نستكمل. انا كده بقيت بحلم حلم صعب، صعب قوي انه يتحقق. لا، ده بقى مستحيل. يا رب، كان نفسي اكون مذيعة مشهورة. انا حياتي اللي فاتت كلها سخرتها لحلمي وتعبت. كنت فاكرة ان جه الوقت اللي اتكافئ فيه. انا كده بتعاقب. اكيد مش ذنبي، مش ذنبي اني كنت عايزة انجح. يا رب، انا راضية بس زعلانة قوي، غصب عني. الابتلاء صعب، صعب في احب الاشياء لقلبي. صبرني، صبرني عشان اكمل في طريق من اختيارك. صبرني عشان اقدر اشوف الخير. صبرني يا رب. راجل غني كان يصرف قرش يجيله 2، والغني ما بقاش عارف يودي كل امواله فين. ياه، يدهن حيطان القصر كله بالذهب ده حتى يبقى حرام. ده المال اللي هيشتري بيه الذهب ياكل الفقراء في كل المدينه. لكن تقول لمين؟ الغني عايز الناس تعرف هو غني قد ايه. ايه ده سارة، مالك في ايه؟ فارتقال السوق وقال له اهدي بس يا حبيبتي، مالك؟ انك عندك احسن ذهب في الدنيا، وكماني سمعت عنك جيت اشتري منك. انا عارفة ان الاختبار صعب، لكن انا دايما كنت بتعلم منك الصبر. فاكرة لما كنت بتقوليلي ان الحلم ده لو ما كانش حلم ما كنتش هحلمه يا ندى؟ ودايما كنت تقعدي تقوليلي انها لما بتضيق قوي قوي بتفرج من واسعة. انا عارفة ان مفيش حاجة في ايدينا ان احنا نعملها غير اننا ندعي، والتوكل على ربنا هو كل حاجة. وبرضه خليكي دايما فاكرة ما تنسيش ان الدكتور قالت ان مفيش سبب عضوي لكل ده، واحنا املنا في ربنا كبير. رجعنا لكم تاني، والفيلم يعني جميل جدا، لان زي ما بقول كده في معاني يعني كلنا بتلمسنا بجد. رحاب كده قولي لي، في التصوير كان اكتر حاجه صعبه في التصوير ايه؟ هو الفكره ان احنا كنا وقت التصوير احنا عايزين نخرج الكادر على قد ما نقدر، ما يكونش فيه اخطاء، وان احنا نخرج كادر يوصل اللي احنا عايزينه. كنتوا فاحنا كنا بتصوروا بنصور بموبايل ولا؟ بالموبايل. كل الفيلم بالموبايل، بس احنا كنا بنصور بكذا موبايل عشان ننقل ما بين الكاميرات وكده. فعشان كده كان 3 تصوير، كان اسلام عبد السلام ويمنى ايمن وان ناصف. فالفكره ان احنا هنصور المشهد، فنظبط ال3 موبايلات ونقف نصور ونقعد نأكد على كل كادر، وان اكيد كل كادر زاويته مختلفه وكده، فده كان بياخد وقت. طبعا. ومرحله بقى المونتاج انت برضو كنتي ولا كان حد؟ لا، كان رحاب حمدي وندى ابو شهبه، الاثنين كانوا مونتاج. هي الفكره ان احنا وقت المونتاج الاثنين كانوا قاعدين سوا بيمنتجوا سوا، فاخدوا وقت بقى ان هم قعدوا يمنتجوا وكده، وبعد كده بعتوا الفيلم وقعدنا نشوف نعدل عليه حاجات وكده. يعني اختيار الميوزك ولذيذ جدا حتى في المونتاج، يعني في مرحله اللي هي البنت بتحس ان هي اروى، بتحس ان هي وقت الانترفيو انها فقدت حاجه، ده في حوار جوه نفسها هي عماله تقوله. يعني انا حسيت حتى في المونتاج انتوا وصلتوا لنا الاحساس، انا اللي هي ده اللي كان بيحصل ده ساوند افكتس وكده بالظبط. ده في المرحله دي انتوا فعلا كنتوا عايزين توصلوا ان احيانا في حاجه بتحصل بره ارادتنا خالص، يعني بيبقى ربنا هو اللي مخطط ان ده يحصل. هي كانت البنت كويسه وما عندهاش اي مرض، لكن فجاه يحصل كده حاجه من عند ربنا تفقد فيه الكلام. فده برضو انتوا عايزين تقولوا ان احنا فعلا عايشين يعني ما نضمنش الدقيقه اللي احنا اللي بعدها جاي. ممكن تحصل لنا ايه. فده انا عجبني ان هو في كذا معنى،
يعني واحنا قاعدين ماشيين في حياتنا كده نتاكد ونعرف ان الدقيقه اللي جايه احنا ما نعرفش فيها ايه، وبالتالي احنا لازم يبقى عندنا تسليم ورضا تام. لكن مع كده مش معناه كده ان احنا ما نبذلش مجهود، وده اللي انتوا اكتر حاجه فعلا لطيفه جدا في الفيلم ده، ان هي بالرغم كل الصعاب ده لكن بذلت مجهود. قولي لي، كان يعني الاساتذه كان ايه رايهم؟ الاشراف كان الكليه قالت لكم ايه بالظبط؟ الفكره ان احنا الدكتور الماده دكتور نجلاء حامد هي حد سبورت قوي وبتدعمنا جدا، وبتحاول على قد ما تقدر ان هي تقدر مجهودنا بكل الطرق الممكنه. عجبها قوي وكانت مبسوطه بيه جدا. دكتور مهتاب برضو معانا في الماده. كلهم كانوا مبسوطين قوي بالفيلم، وان هو فعلا احنا بذلنا فيه مجهود، وهنا كانوا بيحاولوا يقدروا المجهود ده. كمان عندنا اصلا في الكليه عندنا دكتور وسام نصر رئيسة القسم، وعندنا دكتور حنان جنيدة عميدة الكلية. كل الناس في الكلية بيسبورت لينا بكل شكل ممكن يقدروا كان يعملوه. مفيش اي كومنت مثلا كنتوا المفروض تعملوا حاجه تزودوا حاجه؟ مفيش اي كومنتات مثلا؟ الكومنت الوحيد ان احنا كنا ممكن نقصر الفيلم شوية عشان هو طول مننا. بس هو الفكرة احنا كنا بنحاول نوصل اللي احنا عايزينه، احنا عايزين نوصل رسالة فحاولنا نعمل ده بس. طب الاخير بقى اللي هي لحظه النهايه، لما هي خلاص وصلت لجزء تاني، هي ما كانتش مخططه له لكن هي بقت في حته تانيه، رجع لها صوتها. انتوا عايزين تقولوا ايه؟ ان احنا يحصل لنا حاجه هي بتبقى جايه لغرض معين، اول ما تنفذه هتمشي. ده برضو رساله تانية. الفيلم مليان رسائل بالرغم ان هي حاجه صغيره وبسيطه، لكن مليان رساله، يعني مليان رسائل كتيره جدا. أيوة. حتى في الجزء الاخير نهايه الفيلم هي انبسطت ان هي رجع لها صوتها، يعني راح لها ليه وراح ليه منها الصوت ورجع لها ليه. ده برضو في حاجات كتير بتحصل في حياتنا ما نبقاش عارفين ايه غرضها. ناس بتيجي في حياتنا، بتدخل في حياتنا، بتخرج من حياتنا، تصرفات كتيره بتحصل لنا ما نبقاش عارفينها ليه، لكن ربنا بيبقى كاتبها لاسباب معينه. فهو الرضا والتسليم ده جميل جدا. هل انت فعلا وانتوا كده كجروب بتعملوا ده في حياتكم؟ يعني انتوا فعلا مسلمينها كده لربنا بس بتبذلوا اقصى مجهود عندكم؟ هو الفكره ان احنا فعلا احنا كجروب احنا اصلا صحاب واحنا عارفين بعض من زمان، ففعلا كل واحد فينا هو نسخه من سارة دويدار، لان احنا كلنا بنسعى بشكل مش طبيعي ان احنا لو في ايدينا حاجه بنعملها، حتى مش مجرد بروجكت في الماده بنسلمه عشان ناخد درجته. كل واحد فينا بيشتغل في الاساينمنت ده بقلبه حرفيا علشان نخرج احسن ما عندنا، وحرفيا بنتكافئ على ده. بتواجهنا حاجات كتير صعبة قوي وحاجات كتير جدا بتبوظ مننا، بس دايما مش بنوقف، لا احنا هنكمل وبنشوف حاجة تانية وطريق تاني نستمر. وانت حتى حرفيا بتقولي في الفيلم ده انت كان كل ما تبتدي فيه يوقفك حاجة، ومع كده انت مصرة. ايوه، هلا اوريدي في حياتي حاجات تانية. هو انا في البداية ما كنتش قصدي ان انا اخليها حاجة ليها علاقة بالاعلام او ان هي مذيعة او كده، بس هو ليه لا خليه قريب مننا جامد يعني. حاجة ليها علاقة بيكم. ايوه. قولي لي كده، انت عايزة تكملي في الاخراج ولا ايه؟ يعني ولا عايزة حاجة تانية؟ لا، انا اوريدي بلاقي نفسي قوي في الحاجه اللي بقدر اخرج فيها افكاري، سواء بقى تاليف او اخراج، لان الاثنين بلاقي فيهم ان انا بعرف اخرج افكاري. وعايزه اقول بقى كمان ان احنا في الفيلم كلنا احنا كنا كتيم، كل واحد فينا بدوره ساهم في ان هو يخرج المشهد او الفيلم ككل يعني بالشكل ده. سواء بقى ان احنا بنكتب المشهد من غير التصوير ده بالزوايا دي، ومن غير المونتاج بالشكل ده طبعا. ومن غير الاخراج بالشكل ده، من غير كل حاجه ما كانش هيخرج الفيلم بالشكل ده. صحيح، كلها عناصر مكمله عشان تخرج لنا الفيلم بالطريقه دي ويوصل الرسائل اللي انتوا عايزين توصلوها لينا بالاسلوب ده. بالظبط. نفسك تعملي ايه؟ يعني نفسك ايه الفكره اللي انت نفسك تخرجيها او تكتبيها وتتكلمي عنها؟ دايما بتجه في الحاجات اللي هي فيها تفاؤل وطاقات ايجابيه وكده، فانا دايما بحاول ان انا اسيب الاثر ده، فلو في فرصه ان انا اسيب الاثر ده في كل شاب هعمل كده. جميل جدا. وده بقى اللي ممكن تعمليه، يعني ده كان مشروع تخرج خلاص، بس انت ممكن بقى تعملي لنا بقى لا، فيلم. ده ما كانش مشروع تخرج اصلا. كانش مشروع تخرج؟ لا، مشروع تبع ماده. طب جميل قوي. يبقى مشروع التخرج ده اللي جاي بقى هيبقى حاجه واو. ان شاء الله، اتمنى. ان شاء الله بالتوفيق كده، وتبقي معانا بقى في مشروع ان التخرج شاء الله. ان شاء الله. بشكر طبعا ضيفتي النهارده رحاب بكير، شكرا لك يا رحاب. شكرا جدا لحضرتك. قد ايه فعلا افكار جميله لشبابنا، يعني ممكن احنا نكون احنا ككبار محتاجين الافكار دي حتى نفكر بيها نفسنا على طول. قد ايه لازم يبقى عندنا اراده مهما قابلتنا من عقبات، اراده عشان نحقق اي حاجه احنا عايزينها. ممكن ما تتحققش زي ما احنا عايزين، لكن بيكون ربنا برضو عايز يوصلنا لحاجه تانية احسن بكتير من اللي احنا عايزينها. ان شاء الله نشوفكم الاسبوع الجاي مع تجربه جديده وبرنامجكم عرض اول.